السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا حبايب ناصرة، صباح السعادة، صباح السكر الزيادة. تعالوا بسرعة كده نخش على الوصفة بتاعتنا. معانا نص كيلو من اللحمة، نص كيلو من اللحمة يا جماعة هيكفي أسرتين. النص كيلو اللي هو اقل من نص كيلو ده ناخد ليه، هقول لكم اقل من نص كيلو هشيل منه معلقتين ثلاثة اعمل بيهم كوباية رز. تمام. وهنعمل الكفتة دي هنعملها ازاي؟ معانا في الطاسة دي بصلاية حلوة كده، ومعانا فصين من التوم هيتشوحوا كده من غير اي حاجة، من غير اي مادة دهنية. تمام. تمام. ادي شلنا من نص كيلو اللحمة حبة اللحمة دولت زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل شوية اللحمة دولت اللي هم اقل من نص كيلو لحمة، هنقسمهم نصين. النص هنعصجه. دي بقى كانت كوباية من الرز. لا، ربع كوباية. ايه يا نصرة في ايه؟ ربع كوباية يا جماعة من الرز، بس ربع كوباية. غسلتها وحطيت عليها مية بتغلي، هسلقها. تمام. دي هسلقها. خليكم معايا يا حلوين يا مقطقطين، شيروا الفيديو حبايب قلبي وشاهدوه لحد ما احل المشكلة اللي في القناة دي، الله يرضى عليكم. انا مش عارفه والله العظيم اخش القناه، الفيديوهات اللي ام ادم دي، ام ادم بتخش من حساب تاني تنزلها لي. تمام. ادي كده ايه، اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا النبي. نزلت هقول ايه بقى، ربع؟ لا، اقل من ربع بقى، مش عارفه. المهم هعصجه كده من غير ولا ملح ولا فلفل ولا اي توابل، بس كده. شوحنا البصلايه مع التوميه من غير اي حاجه، ونزلت عليها بشويه اللحمه دول. تمام. والطاسه التانية فيها شويه الرز اتسلقوا. ده اتسلق وده خلاص اتعصج وخلص الكلام. هنجيب بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، الرز المسلوق بعد ما برد، مع بقية اللحمة النية، مع بقية اللحمة المعصجة. تمام. مع ايه تاني؟ التوابل بتاعتي، شوية من توابل اللحمة، وشوية بابريكا، معلقة بابريكا وبيضة وملح وفلفل. التوابل بتاعتي يا جماعة: بابريكا، معلقة بابريكا، وربع معلقة كمون، ومعلقة أو نص معلقة صغيرة من توابل اللحمة مش مكترة منها، وشوية بقدونس وبيضة، بيضة طبعا نية. تمام. وشوية بقدونس بس. وهناخد كل المكونات، اللحمة النية على اللحمة المعصجة على الرز المسلوق، كل ده يا جماعة بعد الدنيا ما بردت، بعد الرز ما برد اتسلق وبرد، بعد العصاج ما برد، كله حطينا اللحمة النية عليه وكله فرمناه. دي الكفتة بتاعتنا اللي احنا نعملها مع شوية بقدونس. لقيت ان الكفتة بتاعتي طرية شوية، هحط معلقتين من البقسماط، معلقتين يا جماعة، بس كده. وهضربها تاني، ولو احتاجت ملح نفس الحكاية، هشوف موضوع الملح ايه، ولو حسيت انها محتاجة ملح هحط لها شوية ملح، مفيش اي مشاكل. تمام. خلاص. وخدوا بالكم ان ده اقل من نص كيلو من اللحمة. زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنلاقيها بتلزق ولا مفيش اي مشاكل. عايز تحطها في التلاجة تمسك نفسها حطيها، مش عايز. انا بصراحة ما حطيتهاش في التلاجة ولا اي حاجة، انا اشتغلت بيها كده. تمام. معايا هنا بقى كوباية من الرز البسمتي غسلها وكنت نقعها بقالي نص ساعة. حط حتة زبدة ومعلقة من الزيت. تمام. والمعلقتين اللحمة اللي انا كنت حيشاهم. وهنحط البصلاية وحتة الزبدة، ما كانش بصراحة عندي زبدة كفاية. او ما لقيتش اصلا عندي زبده، يعني اتفاجئت. عادي بتحصل في احسن عائلات، يعني مش مشكله. كوبايه واحده من الرز، كوبايه واحده. طبعا الرز البسمتي بيزيد، وكمان احط عليه بسله وجزر وشويه اللحمه دول. بصوا، بناكل وناس بتعمل فطار وكل حاجه، بس نمشي باعتدال. نمشي باعتدال اولا عشان ما يبقاش في اسراف، وزي ما احنا عارفين ان الحاجة سعرها ارتفع، ما يبقاش فيه اسراف. وفي نفس الوقت الاكل ده كله والله ما بيتاكل، بيفضل منه. عايزه اقول لكم والله ما حمرت الكفته كلها، والله العظيم ما حمرت الكفته كلها. هناكل ما هياكلوا منها تاني النهارده، هحمر الباقي النهارده. عارفين إيه اقل من نص كيلو لحمه ده عمل 22 صباع كفته او 23. وبسم الله ما شاء الله الصباع كبير يعني مش قليل. وحطينا الجزرايه دي، جزرايه على فكره، والتانيين ربع معلقه، ربع كوبايه بسله اهي زي ما انتوا شايفين. وبنشوح كل الكلام الجميل ده تمام مع بعضه. وبنتبل الحاجة طبعا شوية توابل بتاعة اللحمة وملح وفلفل. ولا اسهل من كده ولا احسن من كده. وعايزه اقول لكم عملت كوبايه من العجين، عملتها سمبوسه كوبايه، بس عملتها بطريقه مختلفه المره دي، هتشوفوها معايا في الفيديو. لا مش هوريكم طريقتها، هتشوفوها وهي معموله يعني. تمام.
مش هنسى اقول لكم يا ولاد تشيروا الفيديو، يا ولاد يا ولاد تشيروا الفيديو. فعايزه اقول لك ان انت بنص كيلو لحمه بس هتاكلي اسرتين، نص كيلو لحمه بس هتاكلي اسرتين وهتشوفوها معايا. وبدل ما نعمل خضار منفصل لوحده عملنا الخضار في قلب الرز. يعني بتعملي سفرة لذيذة وجميلة وتمام التمام بمكونات بسيطة جدا. والله العظيم دي كوباية رز وكوباية مش مليانة. ادي الكفتة يا جماعة اهي، زي ما انتوا شايفين، عدوا معايا. وبسم الله ما شاء الله الصباع تخين، مش حاجة قليلة يعني. او الصباع او الكفتية تخينة مش قليلة يعني، ماشي. قولوا لي كده في التعليقات ايه رأيكم في الاكل اللي انا بختاره، ايه رأيكم في تناسق الاكل مع بعضه، ايه رأيكم في كمية الاكل. عايزه اقول لكم فعلا الاكل بيفيد منه. وما عملت الشوربه، انا كان عندي اول امبارح شوربه بتاعه المشروم، سخنتها وحطيتها، ما عملتش شوربه فيها كريمه وفيها مشروم وفيها كل ده هرميها؟ لا مش هرمي حاجه. وعندكم اكل بايت سخنوه جنب الاكل الجديد، وقللوا في كميات يا جماعه، قللوا في الكميات عشان ما نهدرش الاكل. الا بقى لو عايزين تزودوا هتفطروا حد تاني براحتكم. دي يعني وجهة نظري. وكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا في أسعد حال يا رب، ويدوم عليكم الأيام بخير وسعادة. طبعا هنا لأن الكفتة بتاعتي طرية، بشيلها بالراحة كده. طبعا جبت بيضة مع شوية ملح مع شوية لبن ربيتهم كده، وعندي البقسماط بس كده. وبتنفش على فكرة لما بنحطها في بنقليها بترتفع كده وتبقى تكبر عن كده كمان، طبعا عشان فيها بيض وبقسماط وكده يعني. خلصي يا نصرة بقى، خلصي يا نصرة بقى. انتوا لو لقيتوها ان هي طريه حطوها في التلاجة. انا على فكره وانا بصبحها كنت حاطه شويه زيت صغيرين، يعني اعمل في ايدي سنه زيت كده واروح مصبعها عشان ما تلزقش في ايدي. تمام. انا كل اللي حطيته معلقتين من البقسماط زي ما انتوا شفتوا كده. تمام. طعمها حلو جدا وجميل. اعمليها بقى، مش لازم اعمليها جنب خضار، خضار عادي اطبخيه عادي مع رز مع سلطة، مع اعمليها مع مكرونة شغالة. اعمليها زي ما انا عملتها كده بالرز ده. اعملي رز مش لازم بالخضار، رز كده من غير لحمة بلحمة براحتكم زي ما انتوا عايزين تعملوا اعملوا. وبصراحة موفرة بصراحة وطعمها حلو. يعني هي مش بس موفرة، لا هي كمان طعمها جميل. يا نصر رحت فين يا حبيبتي؟ كنت بغسل ايدي. وهنا يا جماعه اهو، زي ما انتوا شايفين كنت عامله كوبايه من السمبوسك عملتها على ايدي. جبت كوبايه دقيق عجنتها بسنه ميه، سنه سكر، سنه ملح، سنه ربع معلقه خل صغيره، وعجنت العجينه بتاعتي على السريع كده. ده بالنسبه للسمبوسك اللي انا عاملاها. هي فين يا نصر؟ هي فين يا نصر؟ وريني عليها. صغنونه وشكلها امور. بصوا على السوله وكتكوته ازاي، شايفين جمالها وحلاوتها يا خراسي. انا يعني جميله صغنونه كده وحلوه. وفردتها كده وقطعتها بالكوبايه وحشيتها وخلاص، موضوع سهل جدا جدا وبسيط في السريع كده. في السريع، عبد السميع السريع، ولا سمنه ولا زيت، عجنتها كده على طول. قلت بقى بدل لسه الرولات ونلف ونعمل يعني، نسهل كل حاجه على نفسنا. قولوا لي ايه رايكم في السفره ديت البسيطه الرقيقه البسيطه، قولوا لي كده ايه رايكم. كل سنة حبايب قلبي وانتوا طيبين وانتوا في أسعد حال، ويعود عليكم الأيام بخير يا ولاد. اوعوا يا ولاد تنسوا تشيروا الفيديو يا ولاد وتشاهدوه يا ولاد. يمكن تاخدوا منه فكرة ان انتوا تقللوا في كمية الأكل، يمكن تاخدوا فكرة. يعني بقى شوية سوداني بقى محمرين نحطهم على الوش، شوية كاجو. السلطة دي كانت بايتة من امبارح، وعملت سلطة التبولة يا جماعة. الطبق الصغير اللي هو الاسود ده عملت فيه سلطة التبولة. شكل الأكل لذيذ وجميل، وقولوا لي كده في التعليقات شكل الاكل عامل ايه. على فكره الكفته دي مش كلها اتحمرت، انا شلت نص ما عملتهوش. تمام. في حد اكل يعني ضيفه والباقي موجود. فعايزه اقول لكم انها تكفي اسرتين، الاكله دي تكفي اسرتين.
عندك 23 صباع كفتة، عايزة ايه بقى تاني؟ يعني بأقل من نص كيلو لحمة في ايه؟